السلام عليكم. النهارده هوريكم ازاي نعمل طريقة يد شنطة سهلة جدا ومميزة، والخطوات بتاعتها بسيطة جدا. اول حاجة بنبتدي نعمل السلاسل بالمقاس اللي احنا عايزينه. بنسيب اول غرزة مش بنشتغل فيها، وما بنشتغلش في السنابل نفسها، بنشتغل في ظهر الغرزة. بدخل في غرزة السلسلة التانية واخد سحبة خيط واعمل غرزة حشو، وبعدين هدخل في الجنب دوت من الغرزة بالطريقة دي، وادخل في غرزة السلسلة اللي بعديها واخد سحبة خيط. يتكون عندي 3 فتلات نسحبهم مع بعض مرة واحدة. هدخل تاني في الفتلة ديت، وفي الغرزة اللي بعديها اخد سحبة خيط. يتكون 3 فتلات على الإبرة نسحبهم مع بعض مرة واحدة، ونقعد نكرر الخطوة دي لحد ما نخلص السطر بتاعنا. بدخل في الجنب بتاع الغرزة، وفي غرزة السلسلة اللي بعديها اخد سحبة خيط اخليها مرتاحة شوية، واقوم قافلة الغرزة بتاعتي ديت اللي بدخل فيها اهي، وادخل في غرزة السلسلة اللي بعديها اخد سحبة خيط. يتكون عندي 3 فتلات اقفلهم مع بعض. بصوا بيبقى شكلها ازاي، جميلة جدا. كده انا وصلت للنهاية، وزي ما انتم شايفين شكلها شيك جدا. طيب بعد ما نخلص ونوصل للطول اللي احنا عايزينه هنعمل ايه؟ هاجي في الجنب دوت من الغرزة، هدخل فيه واخد سحبة خيط واعمل غرزة منزلقة، وبعدين هدخل في اول غرزة هنا غرزة سلسلة اللي هي في الجنب التاني بقى، بدخل فيها كده واخد سحبة خيط واعمل غرزة منزلقة برضو. كده انا خلصت الايد بتاعتي. بقص الخيط، والخيط دوت بنضفه في الظهر بتاع الغرزة، وزي ما انتم شايفين ان ظهرها برضو شيك. هي دي كده ايد الشنطة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.